والآن وصلنا إلى قصر باهية الموجود في مراكش. وشوفوا أسعار التذكرة. الدخول 100 درهم لغير المغربي و30 درهم للمغربي. مبلغ مقبول به. ولما تدخل توجد أشجار الليمون وأشجار البرتقال على اليمين وعلى اليسار. نظرة جميلة جدا. بني في القرن 19 للميلاد على يد باحمدي، وسمي بالباهية، وكان ذلك نسبة إلى زوجته المفضلة التي كانت ملقبة بالباهية. ويقال أيضا أن الاسم يشير إلى البهاء بسبب روعة العمارة والبهاء والجمال ما شاء الله. الخشب، الرخام والحديد، هذو كاع الصوالح اللي خادمينه به. كي تدخل داخل تشوف الزليج وتشوف الحديد اللي خادمينها به. سلام كراكي، لاباس؟ عطينا زوج، وحده ليها وحده ليا. انا من الجزائر، انا ولد بلاد. ولد بلاد يعني شحال نعطوك؟ 200. صحيح. دابزوش عليا، ما تدابزوش عليا، انا انسان مهم جزائري. ربي يسلمك. صحيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. بارك الله فيكم على هذه المعاملة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.